وثقوا يا سيادة الرئيس أن النقابين والشغالين الذين كانوا في الموعد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مجددين كامل ثقتهم في شخصكم لتواصلوا الاطلاع بأمانة البلاد، لن يدخروا جهدا لتجسيم الأهداف الطموحة التي تضمنها برنامجكم الانتخابي للسنوات القادمة. كيران من سوسة وشارك فيها جزء من ميليشيا تاع بن علي ورجال اعمال من سوسة ومن غيرها ومن كيران جات واطراف سياسيه واطراف غيرها. هذه كلها تعطيك صوره الان ايش قاعد يدور في الساحه. هذا المشكل تاع هؤلاء هو يظنوا ان الشعب التونسي ما يفهمش، مشركين ما يفهموش، قاعد يراقب هذه التحركات وهذا المخطط. جاوا يضربوا في عوان الامن بالحجاره وقارورات الماء. هذا هو ما يريد الاتحاد، هذا هم ما يريدون اليسار، هو استعمال العنف. ولكن هذا لا يعني أن الشعب التونسي مستعد أن يرجع إلى حكم يشاركوا فيه ميليشيات الحزب القديم، واللي قاعدين يمولوا جزء منهم يمولوا لتحالف بسيطة غير طبيعية مع أطراف تدعي التقدمية وغيرها. بدأ رمي الحجارة والقوارير. جاء المظاهرين يضربوا بالحجارة. هذا هو التخلف بعينه، هذا هو التخلف بعينه. هذوما اللي جايين يناديوا من أجل البطال ومن أجل الضيف ويمارسوا في العنف. قاعد يتحرك لإفشال المنهج التجريبي، وأنا نقول مش إفشال الحكومة، إفشال التجربة. أنا باش نحطوهم قدام الرأي العام، ومش إحنا إذا تحطونا قدام الرأي العام وباش نصارح الشعب التونسي. لقد رسمتم يا سيادة الرئيس غاية قصوى للتنمية، وهي تأمين أسباب العيش الكريم لكافة الفئات والفئات. البلاد اللي ورثناها كما هي، مش ورثنا من حكومة بن علي ومن حكومة بشير قايد السبسي زاد. اخر باش نقولوا هذا الكل وباش نوضحوا للناس اللي قاعدين يطالبوا الان بمطالب اجتماعية ويعرفوا حقيقة البلاد ويعرفوا امكانيات البلاد ويحبوا يعيشوا. انا باش نحطوهم قدام الرأي العام وباش احنا اذا تحطونا قدام الرأي العام وباش نصارح الشعب التونسي.